هقول لك على حاجه انت ممكن ما تتخيلهاش ولا تصدقها. انت عارف ان انت دخلت الجنه وشفتها قبل كده حقيقي، مش خيال ولا احلام. وشفت النار بعينيك، وربنا خلقك قبل كده وخيرك وشهدك على نفسك وانت وافقت. هقول لك على حاجه من القران تثبت لي كلامي ان انت اتخلقت قبل كده. في ايه في القران في سوره الاعراف بتقول ايه؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. يعني ربنا مش هياخدك ويشهدك وانت لسه ما اتخلقتش، اكيد هيخلقك عشان يشهدك على نفسك. فربنا خلقك في مشهد عظيم قبل كده ووقفك قدامه احنا وكل البشر، وخيرنا ان احنا نحمل الامانه ولا لا، مقابل الجنه والنار اللي احنا شفناها بعينينا. واحنا وافقنا ننزل نعيش على الارض فتره مقابل ان احنا نامن ونصلي بربنا عشان ندخل الجنه. كنا فاكرينه اختبار سهل جدا زي ما انت فاكر. واحد هيقول لي انا مش فاكر ان انا اتخلقت ولا وقفت قدام ربنا قبل كده. ما ده طبيعي، انت لو داخل اختبار ولا امتحان في الدنيا، مدرسه ولا جامعه، هتخش بالكتاب، فلازم تذاكر عشان تخش تحل من دماغك. فربنا لما يخلقك وينزلك على الدنيا مش هيقول لك خد الذاكره دي عشان تبقى قدامك على طول تغش منها. اكيد ربنا هياخد الذاكره دي منك وهيرجعها لك تاني يوم الحساب، عشان انت تكون شاهد على نفسك. لو انت ما تقدرش تنكر، خلاص اعضائك كلها شاهده عليك. فربنا قال ايه؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني ربنا وصف أشفق من الأمانة دي ومن تقلها، والإنسان وافق يحملها. وربنا قال علينا لما احنا حملناها إنه كان ظلوما جهولا. ربنا وصفنا بالظلم لنفسنا وبالجهل إن احنا حملنا الأمانة دي بكل عنترية وكل ثقة، ونزلنا عشنا على الأرض مقابل جنة ونار. فأنت اتخلقت قبل كده، وقفت قدام ربنا بالنص القرآني، وربنا شهدك على نفسك وقال لك تحمل الأمانة، حرية الاختيار والاعتقاد، تأمن بيها أو ما تأمنش، تصلي أو ما تصليش، هسيبك براحتك مقابل إن في جنة ونار في الآخرة. فأنت قلت ووافقت. وهترجع تقف يوم الحساب قدام ربنا، هتفتكر المشهد العظيم ده، ربنا هيرجع لك الذاكرة ويفكرك بالمشهد العظيم ده عشان ما تقدرش تنكر حاجة من دي. انا بشوف ناس لحد دلوقتي فاكره ان سيدنا ادم هو اللي اختار حمل الامان. لا، ده من القران. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهد. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ انت شهدت على نفسك، والذاكره ده هترجع لك يوم القيامه وانت واقف قدام ربنا وتفتكر المشهد ده كويس.